هي حلة محشي الكرنب اللي بالتكتيك دي هي أكتر حاجة محتاجينها في الوقت ده، نقلب حلة المحشي المشطشط على الصينية ولا ورقة منه تكون فكت ومستوي كله مظبوط بالظبط. أول حاجة بختار الكرنبة اللي بتكون حجمها وسط ووزنها خفيف وما تكونش تقيلة من جوه، لما نخبط عليها تحس إن جواها هوا كده، بمعنى إنها ما تكونش مكتومة من جوه وبالتالي يكون الورق متشابك ويكون صعب علينا واحنا بنعمل. واذا الورق الاخضر الخارجي ده موجود ببتدي ان انا افصله، وببتدي بعد كده ان انا افصل الراس اللي هي القطعه اللي من فوق اللي بتمسك الورق بتاع الكرنب كله ببعضه. بدخل السكينه جوه الكرنبه وابتدي ان انا اقطعها بالشكل ده كده زي ما انتم شايفين لغايه ما بتتفصل منها. نيجي بعد كده لمرحله سلق الكرنبه، وبستخدم فيها حله بتكون حجمها اكبر من حجم الكرنبه بشويه، وبضيف فيها ميه بسيبها تغلي، بعد كده بضيف عليها ملح وكمون وسكر. واول خطوه ببتدي ان انا انزل الكرنبه الاول من فوق من الناحيه اللي قطعت منها الراس، وببتدي ان انا الفها بس كده جوه الحله بحيث بس ان الميه تدخل جواها كلها. الخطوه دي بتسهل لي قوي لما باجي بعد كده ان انا افصل الورق عن الكرنبه. بعد كده بعد دقيقتين او 3 ببتدي ان انا اقلب الكرنبه على الناحيه التانية، وابتدي ان انا اسحب الورق وشوفه بيتسحب بكل سهوله. والورق لما باجي اطلعه بيكون طري ومتماسك، بمعنى ان هو ما بيكونش شادد وناشف وفي نفس الوقت مش بيتقطع بسهوله. ببتدي بعد كده ان انا اطلعه من السلق على مصفى او صينيه كبيره، ومش بحط طبقات كتيره فوق بعض. نيجي لتقطيع الكرنبه، وده اكتر جزء الناس اللي ما بتعملش محشي كرنب او المبتدئين فيه بيحسوا ان هو صعب، لكن هو اسهل حاجه. بنبتدي اول حاجه اننا نقطع الجزء السميك اللي هو العروق ده، وخلي بالكم احنا مش بنرميها، بنخليها على جنب وهنرجع نستخدمها. واحده من اسهل طرق تقطيع ورق الكرنب، بنحط 3 او 4 طبقات فوق بعض، وبنبتدي بعد كده اننا نلفهم رول وبنقطعهم لقطع متساويه. كده ببتدي ان انا افرد الرول وبقطع الورق بحجم صباع المحشي اللي انا حابه ان انا اعمله، واللي هو سهل عليا ان انا اعمله. انا بفضل ان انا اعمله بحجم وسط. ببتدي بعد كده ان انا اقطعه، وباخد اول جزء قطعته وبقطع على نفس الحجم ده. بعد كده كل الكرنبه بيطلع ورقها متساوي بنفس الورق، وكل الصوابع بتاعه المحشي بتطلع بنفس الحجم، وبيكون اسهل طريقه انتم ممكن تقطعوه بيها. واذا هتفرزوا الورق بتاع الكرنب تقدروا تفرزوه في المرحله دي، بتاخدوا الورق زي ما هو كده بتحطوه في اكياس محكمه او في علب وبتدخلوه جوه الفريزر، تقدروا تحتفظوا بيه في الفريزر لمده سنه كامله، يعني من موسم لموسم الكرنب اللي جاي. بعد كده نيجي لصلصه او تسبيكه المحشي. ببتدي ان انا اضيف تقريبا تلت كوبايه من الزيت، وبضيف عليها معلقه من السمنه البلدي. انا هرجع اضيف السمنه بعد كده لان انا كنت نسيت ان انا اضيفها. وعندي هنا 3 بصلات متقطعين بحجم وسط. انا بفضل ان انا بصل المحشي بقطعه على ايديا هو وخضره بمعنى ان انا مش بفضل ان انا استخدم فيه الكبه. استخدمت تقريبا بصلتين ونص، وهخلي نص بصل هرجع اقول لكم هنستخدمه في ايه بعد كده. ببتدي بعد كده ان انا اقلب البصل كويس جدا مع السمنه والزيت. وهنا انا مش حابه ان البصل ياخد لون احمر غامق، مجرد بس ان البصل يدبل وبياخد اللون الذهبي ده. ببتدي بعد كده ان انا انزل عليه بالطماطم اللي انا هستخدمها معاه. وكان يفضل ان انا اضيف صلصه الطماطم في الوقت ده، لكن انا هرجع اضيفها بعد كده. لكن لو هتستخدموا صلصه طماطم معلبه ضيفوها في الوقت ده. بعد كده ضفت عليه 3/4 لتر من عصير الطماطم. والطماطم او الصلصه بتاعه المحشي مش بتكون متصفيه، بتكون زي ما هي كده. وضفت عليهم كمان معلقتين من صلصه الطماطم، معلقتين كبار. وزي ما قلت لكم يفضل اننا كنا نضيفها في الاول على البصل وتتقلب مع البصل بحيث انها تطلع منها المواد الحافظه والطعم اللي فيها. واختياري بتضيفوا عليها مكعب من مرقه الخضار، وزي ما قلت لكم هو اختياري، لو مش حابين تضيفوه ما تضيفوش. بعد كده ابتديت ان انا انكه الصلصه بتاعتي. ضفت عليها ملح وفلفل وكمون وكزبره وشطه و7 بهارات، وضفت معاهم كمان ربع معلقه صغيره من السكر. في المرحله دي بعد ما ضفنا الملح والبهارات بندوق الصلصه بحيث ان نتاكد ان الملح والتبهيره بتاعه الصلصه بتاعتنا مظبوطه. لاحظوا اننا نستمر في التقليب كل شويه بحيث ان الصلصه ما تلزقش من تحت وتشيط مننا. وبنعرف انها اتسبكت لما بنلاقيها الماده الدهنيه بتاعتها او الدهون اللي فيها طلعت من فوق كده، في الوقت ده بتكون اتسبكت. بضيف عليها معلقه كبيره من هريسه الشطه، وباقي البصل اللي انا كنت خليته في الاول ما ضفتوش عليها. بتكون الصلصه في الوقت ده بقى قوامها سميك شويه كده، وبيكون لونها احمر جميل زي ما انتم شايفينه. رجعت في الوقت ده دقت الصلصه تاني، لقيتها محتاجه ملح. رجعت بعد كده ان انا اضيفه تاني، واخدت من الصلصه تقريبا من 3 ل4 معالق كبار من الصلصه، وهرجع اقول لكم نستخدمه في ايه بعد كده. وبالنسبه للرز بتاع المحشي استخدمت نص كيلو من الرز المصري العادي. ابتديت ان انا اغسله كويس جدا واصفيه، وبغسله واصفيه قبل الاستخدام مباشره لان انا مش عايزه انقعه ومش عايزاه يطشطش مني. وفي خضره المحشي استخدمت 3 ربطات كبار من الكزبره والشبت والبقدونس، كنت مقطعاهم مفروم ناعم على ايديا. زي ما قلت لكم مش بفضل ان انا استخدم الكبه في المحشي. وضفت معاهم رشه او نص معلقه صغيره من النعناع المجفف، وطبعا ده اختياري، لو مش حابين تضيفوه ما تضيفوش. بعد كده بقلب كل المكونات مع بعض لغايه ما بنوصل للون الاحمر الجميل ده. في الخطوه دي كنت ضفت 3 معالق من الزيت، ودقت الملح لقيتها محتاجه شويه ملح كمان بعد ما ضفت الرز والخضره. في الحله اللي هسوي فيها المحشي ضفت فيها عروق الكرنب وكمان عروق الخضره اللي كنا قطعناها. بعد كده نيجي نلف المحشي. بحط ورقه الكرنب على ايديا بالشكل ده، وبضيف عليها الرز، وببتدي بعد كده ان انا اضيف وانا بضغط بخفه بحيث ان ورقه الكرنب ما تفكش مني بعد كده وفي وقت التسويه، وفي نفس الوقت الورقه ما تتقطعش مني وانا بلف. طول الوقت وانا بلف الورقه وانا برصها في الحله لازم اكون محافظه ان الورقه ما يكونش عليها رز من بره، ولو لقينا يعني شويه رز من بره كده ابتدي بعد كده ان انا انضفهم.
ودايما مش بنملى حلة المحشي لغاية الآخر خالص، وبنخلي فيه مسافة صغيرة جدا بين كل صباع والتاني، بحيث بعد كده ان الرز لسه حجمه هيكبر والشوربة توصل لطبقات المحشي اللي تحت خالص. وحلة المحشي دي كنت هستخدمها بعد 3 أيام، غطيتها بكيس بلاستيك محكم جدا وبعد كده غطيتها بغطا الحلة ودخلتها التلاجة. وفاكرين معلقتين الصلصه اللي كنا اخدناهم من على تسبيكه المحشي؟ ابتديت بعد كده ان انا اضيف عليهم الشوربه واقلبهم كويس جدا، وانا بحب المحشي مشطشط فضفت عليه معلقه كمان من هريسه الشطه. كده بضيف الشوربه على المحشي، لكن مش بنوصل لاخر طبق، بنخليها تحت اخر طبق على طول لان الشوربه لسه هتغلي. ومحشي الكرنب لو زودنا الميه لغايه الاخر خالص بيطلع معجن وما بيطلعش حلو. بعد كده بنحرك الحله كويس جدا كده بحيث ان الشوربه توصل للطبقات اللي تحت خالص، وبعد كده حطيت عليها الطبق بيكون مفرود بحيث بعد كده ان لما الشوربه تغلي يمنع ورق الكرنب ان هو يفك. باخلّي الكرنب على نار عالية لغاية ما بيغلي، لغاية ما بيبتدي إن هو يتشرب المَيّة بتاعته، بعد كده باسيبه تقريبًا لمدة 3 أو 4 دقايق، بعدها بابتدي إن أنا أهدّي عليه الحرارة تمامًا. في الوقت ده بعد ما المحشي بيكون اتشرب الشوربة بتاعته والرز حجمه تضاعف، بابتدي بعد كده إن أنا أرفع الطبق، وهنا طبعًا لإن أنا قُلت لكم باحب المحشي مشطشط، رجعت ضِفت عليه كمان قرن فلفل كده من فوق بحيث إن هو يزيد الشطشطة شوية. والكرنب بتاعكم من النوع اللي مش بيستوي بسرعة، ضيفوا عليه ورقة فويل من فوق بحيث ان هو يضمن ان المحشي يستوي. وعلشان نتأكد ان المحشي استوى صح بنبتدي بعد كده ان انا ندخل فيه الشوكة وبنسحبه كده. طبعا الشوكة لما بتدخل بسهولة وبندوق وبنلاقي ان الرز استوى كويس، في الوقت ده بنعرف ان المحشي بتاعنا كله استوى، بنرج الحلة كده ونقلب على الصينية على طول. وطبعا لازم يتاكل وهو سخن مولع كده. وقولوا لي بتحبوا المحشي مع الايه، مع بط مع بانيه ولا مع ايه بالظبط؟ وقوموا جربوا محشي الكرنب وقولوا لي على وصفاتكم فيه وتكاتكم. استنى تبعتوا لي صور حلة الكرنب بتاعتكم، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير.